السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا جولة جديدة داخل مكتبة الإسكندرية. تم افتتاح مكتبة الإسكندرية في 16 أكتوبر عام 2002، وانشئت مكتبة الإسكندرية الجديدة بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية لإعادة إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة، والتي كانت أكبر مكتبات العالم في ذلك الوقت. المكتبة تحتوي على مجموعة كبيرة من الكتب تقدر بنحو 2 مليون 153 ألف كتاب بمختلف لغات العالم. وصل حجم العضوية بالمكتبة العامة للكتب إلى أكثر من 118 ألف عضو، وتمتد خدمات المكتبة إلى الطلاب من 15 محافظة أخرى من خلال سفارات المعرفة. المكتبة بها 7 مكتبات متخصصة، وهي مكتبة للمكفوفين، ومكتبة المواد السمعية والبصرية، ومكتبة الأطفال، ومكتبة النشء، ومكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، ومكتبة الخرائط. المكتبة بها 3 متاحف رئيسية، وهي متحف الآثار، ومتحف المخطوطات، ومتحف السادات. يتبع المكتبة مركز القبة السماوية في شكل دائري مميز للبناء الهندسي للمكتبة، ويهدف إلى نشر الثقافة، ويقام بها المعارض وورش العمل، كما يحتوي على متحف لتاريخ العلوم الطبيعية. يوجد بالمكتبة 9 معارض دائمة، وهي معرض الإسكندرية عبر العصور، روائع الخط العربي، تاريخ الطباعة، كتاب الفنان، الآلات الفلكية والعلمية عند العرب في القرون الوسطى، ومعرض محي الدين حسين مشوار إبداعي، معرض أعمال الفنان عبد السلام عيد، مجموعة رعاية النمر، وعبد الغني أبو العنين. يوجد بالمكتبة مركز للمؤتمرات تم بناؤه بشكل معماري مميز على أحدث طراز المعماري الحديث.